ده الفيديو يا جماعة اللي بتاع العزومة اللي انتوا اتفرجتوا عليه لما قلت لكم المطبخ مكركب خالص. انا شطبت اهو خلصته، وعملت برضو فيديو عن الليفت، هوريه لكم برضو ان شاء الله اهو بعد ما خلصت خالص وشطبت المطبخ. قلت برضو اصوره واخلل معاكم تخليل الليفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية نقول صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده حبايبي هنعمل مع بعض هنخلل مع بعض تخليل اللي هو الليفت. رحت السوق كده ولقيته حلو ما شاء الله، فنقيته. انا ما بحبش اجيب الكبيره، بحب اجيب اللي هي زي دي كده اهو. حتى بسال الست اللي هي بتبيعه بقول لها يا رب ما يكونش شايخ. قالت لا والله ما تخافيش، ده دوت اللي مزروع في البرسيم، وبعدين احنا لسه في بدايه الشتاء، فالليفت كله بيبقى جميل طري كده وقلبه زي الميه من جوه. فنقيته زي ما انتم شايفينه كده. هعمله قدامكم واقول لكم انا بعمله ازاي. انا بحب اخرطه كده يا جماعه، ما بحبش بقى اخرطه بالطول واعمل الكلام اللي كل واحد حسب رغبته. بحب اخرطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قطعته كده وبحب اروح اقطعه كده اهو. اهو كده اهوت الحته كده احنا بنحبها بنفس الطريقه كده كده اهو كده يا حبايبي. بخرطه كله بالمنظر اللي انتوا شايفينه دون، وبعد كده بروح ماسكاه غسلاه ومنضفاه. ما بخللوش بقى على طول. في ناس بتروح مخللاه على طول، لا احنا بنحب نروح غاسلينه ومنضفينه، وبروح لفاه بالملح وبروح سايباه يعني انا دلوقتي بعمله الساعه دلوقتي 10:30 بالليل. بروح لفاه بالملح وبسيبه لتاني يوم الصبح. بقوم الصبح الاقيه منزل كميه ميه، هوريها لكم بالتدريج كده مع بعض. ميه ديت يا جماعه لو انا خللته على طول بتيجي تاكليه بتلاقيه لا مؤاخذه كده زنخ مش حلو. انما لما بنخلله كده الميه لما بروح لفاه بالملح وسايباه، الميه كلها اللي بتنزل منه بتبقى زنخه فبنرميها. وبعد كده بروح بقى مسخنه له ميته بالشطه وبالملح، وبروح نازله عليها بيه، وبحط البنجر في قلبه. بخرط كده بنجرايه وبحطها تحت وفي النص وفوق، بحيث ان انا ما بحبش اعمل برده البنجرايه كده في الخلاط، وكل واحد حسب طلبه. في ناس بتحب تفرم البنجر كده في الخلاط وبتضيفه عليه. لا احنا انا بحب لونه اللي هو الورد اللي هو البامبا ده كده. اللون دون بقى يا جماعه بيبقى جميل قوي فيه. انما لو ضربت انا البنجر في الخلاط اللون الليفت هيبقى احمر قوي. فاللون دوت انا يعني مش بحبه بصراحه يا جماعه. بيبقى لونه وردي كده وجميل. وبروح حاطه نازله عليه بالميه السخنه بالشطه، واروح حطاه في البرطمان، واروح ماسكاه حاطه حته عليه وركناه عشان ما يسقعش ويتوت مني. انما لما بروح مغطياه كده وركناه في المطبخ يعني بتاع 3 4 ايام كده بالكتير، تلاقوا بسم الله ما شاء الله الليفت اتخلل معاكم ولونه كده بقى وردي، وطعمه بقى يا جماعه الله اكبر. بحط له معلقه سكر عشان يفضل ماسك نفسه كده ما يبقاش ممهمط، وفي نفس الوقت يقعد الى ما شاء الله. حتى الميه بتاعته يا جماعه يعني احنا عملنا ليفت اهو وكلنا منه. لو جيت عملت محشي كرنب وما برميش العروق، طالما عندي ليفت وعندي ميه ليفت ما برميش العروق، بروح ماسكاها مخرطاها ورميها في قلب ميه الليفت. والله العظيم بتبقى في منتهى الجمال وبتبقى تحفه، وهوريها لكم بتبقى زي العسل. ويبقى مخلل انت عاملاه في البيت ومضمون. وعامه مخلل الليفت جميل يا جماعه والناس كلها بتحبه. هعمله بقى يا حبيبي عشان ما اطولش عليكم، ولما اجي اغسله والفه بالملح هوريه لكم برده، ولما اجي اخلله برده هوريه لكم. اهو يا حبايبي انا خلصته زي ما انا وريتكم كده. احنا بنحب نخرطه زي ما كده كبير بسم الله ما شاء الله. ما بنحبش نخليه منمنم كده، لا احنا بنحبه كده اهو. حتى زمان الله يرحمها كانت لما اللفتايه صغيره كده كانت بتعملها 4/4 وتسيبها زي ما هي صحيحه كده. كان بيخللوه كله زمان كده يا جماعه، كان بيبقى برده جميل جميل الله اكبر عليه، ما كانش بيقعد. سبحان الله الناس زمان كانت بالفطره، كانت بتروح جايبه تقمر العيش الفلاحي الحلو اللي احنا كنا بنخبزه دوت، اللي دلوقتي ما عادش منه الا قليل خالص. كانت الواحده لو جعانه
زمان بقى امهاتنا والناس بتاعت زمان دي تروح مقمره الرغيف وجابه ايه حبه اللفت، وتروح واكله كده ايه بالعيش الفلاحي، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقول ايه رضا من عند ربنا فضل وعدل. وكانوا بياكلوا، كانوا سبحان الله يا جماعه فيهم عافيه الدنيا. يعني كانت الاكل سبحان الله، يعني زي ما بيقولوا ربنا بيدي البرد على قد الغطا. دلوقتي بقى احنا زمن الكريب والبيتزا والكلام اللي هو دون بتاع دلوقتي، وسبحان الله بناكل والحاجه سبحان الله مفيش عافيه. انما زمان كانت اللقمه زي ما بقول لكم كده، لو جعانه تجيب الرغيف وحبه لفته او اي حاجه، لو حته جبنه اي حاجه وتاكل، كان يبقى فيها عافيه الدنيا والله اكبر. تشتغل وتروح الغيط وتروح هنا وتروح هنا. اهو احنا واخدين ان احنا ايه نقطعه كبير كده يا جماعه ونخلله. انا قطعته بقى كله خلصته، بمسكه بقى كده اهو، اغسله وانضفه في الحوض اهو. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كده اهو اغسله كده جامد وننضفه، وبعد كده اروح لفاه ايه زي ما قلت لكم حبايبي بالملح، وهحطه قدامكم مش هيبقى فيه حاجه خالص. والصبح بقى وتبقوا شوفوا عاملين ازاي هش ازاي وقد ايه. الملح بقى يخليه يدبل وهيبقوا شويه صغيرين، بس احنا بنعمله كده. لو حطيناه في البرطمان على طول كده اهو زي ما قلت لكم هيبقى مزنخ ومش هيبقى حلو، والميه بتاعته ما تستحملهاش ولا تطغوها. انما كده تبقى في منتهى الجمال. ترمي بقى فيه شويه عروق كرنب زي ما قلت لكم. لو في رحت السوق كده ولقيت حته قرنبيطه اللي هو المفرعه دي وجبتها برده، رحت ماسكاها مقشره ورميها برده مع اللفت، يومين ثلاثه تاكل منها برده تبقى زي العسل، لانه ميته نظيفه. نزل كل الميه الوحشه اللي فيه، والميه اللي احنا حاطينها بشطه وملح تبقى في منتهى الجمال ونظيفه. اهو كده جميله اهو الميه اهي يا جماعه. بصوا قربي كده الميه اهي، شوفوا الحوض اهي ميته الله اكبر رايقه وصافيه خالص اهي. غسلته بقى ونضفته كده اهو، واروح شايلاه كده اهو. بسم الله ما شاء الله. احطه في الطبق. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. صفي خالص. خلصت اهو كله زي ما قلت لكم، غسلته وهنزل عليه بشويه الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه ملح اهم نزلت عليه، هنقول حوالي ايه معلقتين كده كبار. وهروح بقى ايه بسم الله ما شاء الله نعمل ده كده في بعضه بالملح اهو، عشان ايه ننزل كل اللي فيه. طيب زي ما قلت لكم بصوا يا جماعه مصفياه كويس مفيش ميه خالص اهو في الطبق. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. كده انا خلصت اهو. هسيبه بقى شويه كده اهوت لحد الصبح. الوقت الساعه 12 عملته وانا قاعده كده. هسيبه بقى للصبح واروح اعمل له الميه برده وهوريها لكم انا بعملها ازاي يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم. بصوا حبايبي تعالوا بقى اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بصوا الميه طلعت بقى من اللفت بعد ما لفيته بالملح. دي الميه دي كلها لازم ايه نرميها، ما نسيبهاش، ما نحطوش كده على طول، عشان دي اللي بتخلي ايه اللفت مزنخ ومبقاش حلو وما يقعدش فتره طويله. اهو دي كلها نروح بقى ايه جبت لا مؤاخذه علبه عندي كده، عشان هو الحكايه يعني الكميه مش مستاهله ان انا احطه في برطمان كبير، فهحطهم ايه في الجردل ده. هروح بقى شايله كده اهو. بسم الله ما شاء الله. واحط كده في شوفوا الميه قد ايه اللي نزلت منه، شوفوا عامله ازاي. دي كلها يا جماعه انا سخنتها، بس سخنتها يعني جامد بس ما هدرتش، يعني ايه زي ما انتم شايفينها كده. اروح احط لها معلقه شطه. الشطه ديت فلفل انا فرماه في الكبه. معلقه شطه كده يا جماعه، واروح جايبه الملح. بسم الله الرحمن الرحيم كده كده اهو. 3 معالق ملح واروح مجوباهم
بسم الله ما شاء الله. قلبت انا بقى كده كويس. بس معلش نسيت بس احط البنجر، هجيبه واحطه. قشرت بنجريه صغيره كده يا جماعه وخرطتها. هاجي بقى ايه عشان بس انا نسيت احط كده ايه واحدتين هنا، واروح حاطه ايه واحدتين هنا كده، والباقي هنا اهو في النص كده اهو كده اهو. وطبعا وريتكم الميه اللي انا قلت لكم عليها، سخنتها وحطيت فيها الشطه اللي انا مكسراها في الكبه بالملح، واروح نازله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اهي هي سخنه جامد يا جماعه، ما تخافوش ما بيحصلش اي حاجه. اهي بسم الله ما شاء الله كده بقى 100 100 اهو. لا انت ايه اللي كده اهو. كده بقى ايه 100 100. هروح بقى جايبه الغطا وهغطي وهحط عليه حته اغطيه وهسيبه يومين 3 كده، هشوفه هلاقيه 100 100 برضو. ايه هبقى اوريه لكم ان شاء الله. غطيته زي ما انا قلت لكم كده حبايبي، برضو ان شاء الله باذن الله لما نيجي ناكل منه هوريه لكم برضو في ايه فيديو من الفيديوهات كده اللي انا ايه بعملها. واروح بقى ايه جايبه حته كده اهي، عندي حته كده صغيره بتاعت كيس اهي، بروح انا جايباه كده اهو مغطياه وملكفتاه كده اهو، عشان الساعه بتخلي اللفت يتوت يا جماعه كده. واروح راكناه كده اهو بالميه السخنه بالشطه بالملح زي ما انتم شايفينه كده اهو. لما افتح عليه بقى الاقيه بسم الله ما شاء الله لونه كده بقى وردي زي ما احنا عايزينه، مش عايزينه احمر قوي يعني. ما بحبش اعمل زي ما قلت لكم البنجر في الخلاط، بحب احطه كده ايه مكعبات زيه زي ايه تخريط اللفت. برضو لو جت بنجرايه معانا واحنا بناكلها عامه، انتوا عارفين ان البنجر كله فوايد وكله حلو مش وحش. فبغطيه كده هون وايه بيفضل بقى زي ما هو كده متغطي يومين 3 بقى كده. اجي اشوفه الاقيه بسم الله ما شاء الله لونه بقى جميل وطعمه حلو وتخلل، وناكل منه ونقدمه مع الاكل. يا رب بقى الفيديو يعجبكم حبايبي. ما تنسونوش كده في اللايك والتعليقات بتاعتكم، ونقول صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.